ما تقوم به الدولة التركية من بداية تأسيس جمهوريتها جمهورية الإرهاب التي ابتنت على صهر وقتل وتفجير كل الشعوب لكي ترضخ إلى فكرها ومطلوعاتها التي تتطلع إليها وترمي إليها هذه الدولة العثمانية الفاشية التي صدرت كل الإرهاب إلى جميع مناطق العالم وخاصة شمال وشرق سوريا. الإرهاب التي ابتنت على صهر وقتل وتفجير كل الشعوب لكي ترضخ إلى فكرها ومطلوعاتها التي تتطلع إليها وترمي إليها هذه الدولة العثمانية الفاشية التي صدرت كل الإرهاب إلى جميع مناطق العالم وخاصة شمال وشرق سوريا التي في الليل والنهار تعمل على الإرهاب في المنطقة والتعديات. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، باسم مجلس عوائل الشهداء في تل حميس وباسمكم أيها الرفاق، نقف اليوم في موقعنا هذا لنقول للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية في العالم: أين أنتم؟ ولماذا تديرون وجوهكم عما يجري في منطقتنا من اعتداءات تركية متكررة على المدنيين العزل وعلى المناطق الآمنة والشريط الحدودي، وذلك بالقصف على المدنيين باستخدام طيرانه المجرم، وهذا بحد ذاته تصعيد ضد أمان المنطقة وشعبها. ونطالب التحالف الدولي والأمم المتحدة بفرض حظر على الطيران التركي الغاشم وإيجاد حل وكبح جماح طغيانه وإظهار موقف جدي